بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صوت الملعب. صباح الخير، صباح الفل، صباح ان شاء الله كله رزق وحاجات كويسة جدا. حلقة الثلاثاء 8 يوليو 2025، وبعد شهر بالتمام والكمال هينطلق موسم جديد للكرة المصرية بانطلاق منافسات الدوري الممتاز بإذن الله. موسم مختلف هيكون فيه 21 فريق في الدوري، وهيقام على مرحلتين: الدور الأول بالنظام الطبيعي، والدور الثاني هيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للتتويج بمشاركة 7 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة في أفريقيا. والمجموعة التانية هيكون فيها 14 فريق وهيهبط منها 4 فرق، هيصعد 3. وبالتالي موسم 26-27 هيكون بمشاركة 20 فريق. قبل ما أبدأ بالماتشات القادمة برضو عايز اشكر كل طاقم العمل في صوت الملعب اللي بيدوا لحضراتكم تحياتهم. مخرجنا طبعا الاستاذ محمد البهواشي، وفي الهندسه الصوتيه المهندس محمد صلاح، ومعانا من اسره الاذاعه الاستاذ ناصر جابر. كل دول، وايضا كان الاستاذ عماد بدوي ونادي الرشاد في الهندسه الصوتيه. النهارده عندنا حلقه مميزه جدا، قضايا كتيره. هيكون معانا ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد اللهوني، ولكن هبدا في البدايه بمباريات اليوم. النهارده عندنا ماتشات على اعلى مستوى في كأس العالم للأندية. يمكن التوجه إلى حد كبير اختلف بعد خروج النادي الأهلي بدري، ولكن كأس العالم للأندية هي بطولة استثنائية في هذا العام. تشيلسي الإنجليزي وفلومينينزي في 10 مساء، ربع نهائي كأس العالم للأندية. ماتش مش هيبقى سهل على تشيلسي تماما. الأندية البرازيلية لما بتشارك في البطولات الكبيرة بتبقى أول حاجة عايزة تعبر عن نفسها، اللعيبة عايزة تحترف في أوروبا، فبيقدموا أعلى مستوى ممكن. أيضا النهاردة عندنا الشرطة ضد الطلبة في 8 مساء، ربع نهائي كأس العراق، والشرطة بيقوده مدربنا المصري المميز الكابتن مؤمن سليمان. وامبارح كان كابتن حسام البدري نجم النادي الاهلي والمدير الفني السابق للنادي الاهلي قاد الاهلي طرابلس للفوز على السواحلي ب4 أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس ليبيا، وهيلعب في نصف النهائي ضد الاتحاد بقيادة المهاجم محمود كهربا. يعني كابتن حسام البدري وكهربا هيبقوا وجها لوجه في الدوري الليبي. عناوين الأخبار: الأهلي يضغط لإقناع وسام أبو علي بتأجيل الرحيل. تفاصيل الخلاف بين النادي الأهلي والبنك الأهلي. ومحاولة أخيرة من الأهلي لحسم صفقة هاني. والكابتن محمد يوسف بيستفسر من الشحات عن عرض بيراميدز. تفاصيل اتفاق الزمالك مع جناح أمادورا البرتغالي. ودونجا يقترب من الرحيل عن الزمالك. مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه. وبيراميدز بيرفض رحيل مهند لاشين. إبراهيم عادل يطالب بيراميدز بقبول العرض الفرنسي. وحسني عبد ربه بينضم لحملات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي. والمصري يقترب من حسم صفقة محمد فخري لاعب فاركو. ومودرن سبورت يتفق مع كالوشا مدافع امبي. وجون إيبوكا معروض على الاتحاد السكندري. والمقاولون يضم محمد حامد مدافع امبي. هنطلع فاصل، وقبل ما نطلع فاصل يا رب يا رب دائما وابدا يحفظ مصر. فاصل ونرجع معاكم في صوت الملعب. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيف النهارده الاستاذ محمد اللهوني. صباح الخير يا ابو حميد. صباح الخير يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الفل. كويس؟ صباح الفل، كله زي الفل كده، وصباح جميل على مستمعينا. نعم. عندنا النهارده قضايا يعني نعم. قوية جدا، وهنبدأ مع النادي الأهلي. النادي الأهلي بيضغط لإقناع وسام أبو علي بتأجيل الرحيل. موضوع وسام
اخد ضجه كبيره. وسام من الفراوده التوب ليفل اللي النادي الاهلي بقاله كتير بيدور عليها، جمهور النادي الاهلي اتعلق بيه، ولكن يبدو ان في الامور امور يا استاذ محمد. صعب علي. لا نختلف ان هو احسن مهاجم حاليا في داخل قارة افريقيا. يمكن صفقة ما كانتش في حسبان النادي الاهلي، حتى التعاقد مع وسام نفسه جه بطريقة يعني مش دارجة في النادي الاهلي. وكان احد المتابعين او المحللين عبر السوشيال ميديا تواصل مع حد في الجهاز الفني، ويمكن الحكاية دي ذكرها دكتور خالد الجوادي عشان برضو ندي حقه لهذا المحلل اسمه احمد حسن غنيمي. ورشح وسام وهو بيلعب في الدوري الدنماركي، فكان لعيب مغمور وما كانش حد عارفه، وكولر تابعه على مدار نص سيزون وتواصلوا معاه لغاية ما انتهت الصفقة. في كأس العالم للأندية كان متوقع، أو كان من قبل ما الأهلي يسافر متوقع إن الأهلي إنه صابر هيجي له عروض، لأنه بالفعل في شهر يناير جاله عرض كبير من العرب القطري ب7 مليون دولار، والأهلي رفض رحيله. الاهلي كان مجهز الخطه بيه زي ما بيقولوا لقصه وسام ابو علي، ان هبدا ادعم خط الهجوم. وكان بالفعل التعاقد مع جراديشار دي بدايه الخطه دي، ان انا خلاص لازم اشتغل على مرحله ما بعد وسام اذا جاء عرض قوي قوي لوسام ابو علي، لان هم شايفين ان ما شاء الله الليفل بتاع وسام ومعدلاته التهديفيه. السنه اللي فاتت جايب 18 جون في الدوري اول ما جه، وخد هداف الدوري، دي ما بتحصلش نص سيزون 18 جون، برضو معدل احنا مش متعودين عليه في الدوري المصري. السنه دي خاتم 19 جون رغم ان هو غايب فتره طويله الاصابه. للاصابه. الاهلي جاب جراديشار، ولكن جراديشار مازال لسه عنده 22 سنه. والنقطة التانية إن جراديشار مش هو المهاجم تسعة الدارج زي وسام، يعني مسافة بعيدة بينه وبين وسام في الحتة دي. هو ده ستايل بالظبط. وده ستايل. بالظبط. يعني وسام في لغة الكورة الراجل الفينشر، المهاجم اللي انت بتحبه يبقى داخل منطقة الجزاء، كرة عرضية خلصها، الكلام ده كله. بالظبط. جراديتشار بتاع استحواذ المحطة. بالظبط. ممكن يلعبوا جنب بعض، بعض آه. المدربين بيبقوا مقتنعين ان ممكن الاثنين اصلا يلعبوا جنب بعض. المعلومه المهمه في الموضوع بتاع وسام ان الاهلي لغايه دلوقتي مش راضي يدي اوكي على المفاوضات او العروض اللي جايه لوسام ابو علي، رغم ان الارقام وصلت ل 8 مليون، وده رقم كابتن محمود الخطيب متقبله. يعني شايف ان هو السعر ده مناسب، رغم ان هو بيحاول طبعا يضغط ان هو يوصل ل 10، ولكن هو متقبل ان وسام ممكن يتباع ب 8 مع نسب اعاده بيع فهتقدر تستفيد منه. ولكن النقطه اللي مخوف النادي الاهلي ما بعد وسام ابو علي. الفراغ. الاهلي هيسيب فعلا ست فراغ كبير زي ما بيقولوا. بالظبط كده. ان وسام ابو علي في نقطه وسام دي كابتن الخطيب عاشها مع فلافيو. مم. فلافيو في 2009 جاله عرض من الشباب السعودي، وكان باقي له سيزون في اخر عقده، والكابتن حسن حمدي كان حاجة و30 وافق. مليون. بالظبط، كان 5 مليون دولار تقريبا اه. حاجه كده. وكان ساعتها كابتن حسن حمدي خد قرار ان هو هيبيع فلافيو بعد تألقه في الدوري، وجاله عرض من الشباب السعودي. وكابتن حسن شاف ان هو ده الوقت المناسب لبيع فلافيو. من 2009 الى 2012 او 13 او اكتر كمان، يمكن تقريبا لغايه وقت ايفونا، الاهلي ما كانش عارف يجيب مهاجم بنفس قوه فلافيو. يكسر لغايه الدنيا. بالظبط يمسك المركز ده، يبقى هو الاساسي، يبقى هو اللعيب الهداف بتاع الفريق. كابتن خطيب متخوف من السيناريو ده. مم. متخوف من السيناريو ده لان هو عاشه في وقت كابتن حسن. والنقطة التانية إن في نفس الوقت برضه في تجربة وقصة وليد أزارو، وإن هو هو كنت سعره لسه هتكلم انخفض. فيها. يعني انت عندك برضو وليد ازارو جه. كنا اتكلمنا مع كابتن علاء ميهوب هنا في صوت الملعب، وكان هو ضمن الناس اللي راحت جابته. وليد ازارو جه شاب بيلعب منتخب مغرب، تألق في اول سيزون، برضو خد هداف الدوري، واتحط فيه مبلغ كبير ولم يتم بيعه. في الاخر النادي الاهلي باعه باقل من قيمة صح. العرض، صح. مثلا ب 6 مليون دولار. صح. فهل ده برضو لسه في الاجواء؟ من واقع تواصلي مع الناس جوه النادي الاهلي، يعني التارجت الرئيسي بتاع النادي مش تارجت مالي بس في موضوع وسام علي، هو تارجت فني. وبالبلدي كده اتقال لي احنا مش نادي استثماري. مم. الاهلي مش نادي استثماري، احنا هنجيب اللعيب اللي هيفيدنا. لو وسام ابو علي ما فيش لعيب يعوضه في اسرع وقت ممكن، ممكن جدا ما يتباعش. وكابتن خطيب ممكن يضغط على وسام او يتواصل معاه ان احنا هنأجل الملف شويه، سواء ليناير او حتى بعد نهايه الموسم. واللي عايزه الفريق طبعا هو الاهم بالنسبه لكابتن الخطيب. ولكن النقطه دي الاهلي وصل لها لان فعلا مفيش بديل مناسب بمصطفى محمد. الصفقه بتواجه صعوبات كتير جدا، لان شايفين نادي نانت منفتح على بيعه، ولكن مصطفى عنده عروض في تركيا.
وهو عنده رغبه اصلا يكمل في اوروبا. فالنقطه دي مفيش برضه كمان مهاجم اجنبي انت ضامن ان هو هيجي ينسجم بسرعه مع الفريق. الفريق داخل على ماتشات كبيره، عنده السوبر المصري في شهر اكتوبر، وعنده الدوري المصري هيبدا في شهر 8. طب انا فالموضوع هاخدك صعب. كده لزاويتين. الزاويه الاولانيه، انا عندي بطولات، عندي بطوله دوري وافريقيا، وعندي سوبر مصري، وعندي مشاركات طبعا في كاس مصر والبطولات المحليه، ومعايا وسام في احسن فتراته، يعني احسن البيك بتاع وسام في بالظبط. الفتره دي. وفي مثل بيقول لك اترك الحديد وهو ساخن، صح. وده اللي عايشه وسام، لان وسام برضه هو مش جايب العقليه بتاعتنا. بالظبط، يعني هو هو عاش في النادي الدنمارك وعاش في النادي السويد. والسويد، النادي السويدي يعني الانديه اللي لعب فيها هو طبعا فلسطيني ومن اصوله وبيعتز بهذا الامر، ولكن هو عقليته مختلفه، حتى باين في طريقته في لعبه بالظبط بالظبط وفي صح، وفي تمرينه تكوينه في الكوره وفي باين مشاكله. باين فبناء على، وبقول لك مشاكله لان في بعض الامور ما كانتش الدنيا احسن حاجه مع كولر، بالظبط بالظبط بس قدر يتخطاها وابتدى يرجع تاني اساسي ومسك في الفرصه فعلا. فبناء على كده، هل الاحسن والامثل ان انا النادي الاهلي نادي بطولات، بس مش هيجي لي الاوفر ده مره تانية؟ وفي برضه مقوله بتقول ايه، طب ما انا اللي جاب وسام من لا شيء، يعني بالصدفه بالظبط بوات بالظبط. ايفر، طب ما يجيب زي وسام تاني. انا بشكل شخصي شايف ان الكوره دلوقتي ما ينفعش تفصلها عن الفلوس، يعني م- المعادله واحده. م- لو انت اشتغلت كوره انت هتجيب بطولات. احنا في النهايه الدوري المصري او في قاره افريقيا عموما برضو مش هو الدوري اللي انت هتقدر كل شويه هتجيب لعيبه من بره هتدفع في اوفر بادجت كبيره قوي في الدوري المصري، وخصوصا ده حقيقي في بعض الانديه لا يعني، في لا وانا سواء الاهلي او بيراميدز. لا انا عايز اقول لك وبقولها اهو على الملأ، حتى في الانديه اللي هي بتنافس على الهبوط، لا اسعار اللعيبه طبعا طبعا لا غير طبيعيه على الحاله الفنيه، بالظبط. احنا ما بنشوفش الكوره اللي هي تساوي الارقام اللي ولا بنسمعها. بنشوف تسويق بره بالظبط بالظبط انديه صح. معينه تجيب عائد للانديه صح. بهذا الشكل. دي نقطة مهمة برضو، قضية مهمة جدا، ان انت فعلا مردود الكورة ماديا مش هو احسن حاجة. العودة بقى لأسامة ابو علي. أسامة ابو علي عنده الاهلي عنده حاجة مهمة جدا. عنده لعيب عنده 17 سنة اسمه حمزة عبد الكريم. م. حمزة عبد الكريم اصلا مرتبط اسمه بعروض اوروبية. لعيب عنده 17 سنة، مش بقول ان هو هيقود هجوم النادي الاهلي، بس يعني لعيب زي ده امتى هياخد فرصة في النادي الاهلي؟ وامتى كان دي في موضوع مهم مهاجم جدا. من ابناء النادي الاهلي لعب 9 في النادي الاهلي اساسي بعد عماد متعب؟ يعني اساسي لا، يعني اخر العناقيد كان احمد ياسر ريان وما ما خدش فرصه. كملش ما كملش. دي نقطة سلبية. انا بشوف ان هي الاهلي لازم يبدأ يبص لها. على فكرة انا مش مع مبدأ، انا مش شايف ان الكرة فيها ثوابت. انا مش مع مبدأ ان انت لازم تروح تجيب مخرجنا بالناشئين. عمال يقول لي عمرو جمال، وعمرو عم جمال بس عم عمرو كان قبل احمد ياسر ريان. بالظبط. عمرو لعب فترة والصليبي طبعا أثر عليه بشكل كبير، وهو كان لعب فرود موسم كبير صراحه. بصراحة عمل موسم كبير في 2014. لكن النقطة هنا اللي لازم الأهلي ياخد باله منها، أنا مش مع الثوابت إن أنت لازم تجيب الناشئين أو لازم تجيب صفقات. بس هل في حد في الدوري المصري أحسن من حمزة؟ يعني أنت تابع حمزة وتابع اللعيبة اللي في الدوري المصري. زي برضو قضية المدافع لا انا هقول لك على حاجه كمان، ده احسن فراوده في مصر بقالهم مثلا 10 سنين بيطلعوا من نادي الزمالك. دي فعلا دي حقيقة. يعني عصام عندك فيصل، شايفين عصام فيصل كان وحسام مكسر اشرف الدنيا، السنه اللي وقبل قبلها، حسام أشرف كان بينافس على هداف وعندك الدوري. مصطفى محمد اللي عايز بالظبط يجيب. بالظبط بالظبط. ودي نقطة غريبة، يعني مش شكلها من نادي الزمالك. ونادي الزمالك طبعا طول عمره بيطلع لا احنا مهاجمين بنديله حق. كويسين، لكن دايما مركز 9 في الأهلي ده كان دايما فيه 6 7 لعيبة، ولاعيبة صغيرة ولاعيبة كبيرة، وكان فيه نجوم ودايما الافضل في التاريخ بالظبط. كابتن محمود خطيب، كابتن حسام حسن. بالظبط. طب ايه تاني؟ يعني في وقت من الأوقات كان كابتن النادي محمد الأهلي رمضان، كل دول. كان النادي الاهلي عنده حسام حسن وكشري وفاروق وعلي ماهر وفيليكس. كان في كتيبه في خط الهجوم. النهارده النادي الاهلي لازم يبص للموضوع بنظره تانية. انا بشكل شخصي مع بيع وسام ابو علي لسبب تاني كان كابتن علي معيوب ذكره وانا مقتنع بيه. ان انت هتضطر تعوض وسام ابو علي ماديا، ولو عوضت وسام ابو علي ماديا هتضطر ترفع السالري بتاعه على الاقل 3 مليون دولار. وطبعا ده هيبقى فيه مشكله كبيره زي اقتصاديا وللفريق نفسه. طب الموضوع ده نقطة مهمة هرجع اتكلم فيها، ولكن الاول اطلع
لفاصل وعلى اللي بيحصل لي مع وسام ابو علي والنادي الاهلي. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم ابو حميد على قصة التجديد لوسام ابو علي، وقبل ما نطلع للفاصل كنت طرحت قصة ان النادي الاهلي هيضطر يدفع مبلغ كبير بالنسبة لوسام ابو علي من اجل الترضية. هنا نقطة مهمة، هل الحل الامثل اني لما يكون عندي لعيب وعنده رغبة شديدة في الرحيل اني ابيعه واستفاد منه، ولا افضل اماطل وفي الاخر عقده يخلص وما استفادش بيه ولا فلوس ولا اي حاجه زي ما حصل مثلا مع زيزو؟ زيزو المثال الاشهر يعني. هو الاهلي حالته يعني موقفه مختلف في قصه وسام، ان اللاعب عنده عقد فعلا طويل، يعني هو لسه اصلا مجدد عقده مع كابتن محمد رمضان قبل رحيل الكابتن محمد رمضان. لكن اللاعب يعني الكوره لازم اللاعب برضو يبقى في احسن مستوياته فنيا ونفسيا عشان يقدر يشتغل جوه الملعب. يعني عنده رغبه في الاستمرار. بالظبط. فانا مش هقول ان وسام يتمرد لان ده كلام مش طبيعي او مش حقيقي اصلا. وسام انا تواصلت مع ناس قريبه منه، هو الراجل ملتزم بعقده مع النادي الاهلي، يوم 14/7 هيبقى يكون موجود في القاهره وهينزل التدريبات بشكل طبيعي. لكن قد ينخفض مستواه، قد يتاثر، فعلا قد يتاثر. انا قصه القرار ان انت تبيع وسام ابو علي هو مش فعلا يعني مش قرار سهل، يعني الله يكون في عون اداره الاهلي، لان هو قرار جاي في وقت صعب قبل بدايه موسم، وباقي شهر زي ما انت كنت بتقول في الانترو عن الدوري، على الدوري، فبالتالي انت لازم تجيب بديل في اسرع وقت ممكن. فعلا وسام القصه دي لازم تكون تحسم بسرعه خلال سواء هيقعد او هيمشي. انا بشكل شخصي مع فكره ان انت ترحل، ان وسام ابو علي يرحل وان انت تتعاقد مع حد تاني. بص، هو في الكوره م. لما بيبقى اللعيب عنده رغبه في انه يمشي بتبان. بالظبط. بتبان في صح. التمرين، بتبان في، رغم ان انا برضو عايز اقول للساده، ان الساده المستمعين، ان اللعيب البروفيشنال بيبقى بروفيشنال في كل حاجه. صح. وانا يعني اللي شفناه من وسام هو القصه دي. صح فعلا، دي يعني حقيقة. مش هيأثر في التمرين، ولكن هتبان في طريقته وفي نفسيته، بالظبط. في طريقته لما بيضيع فرصة، في طريقته في الاستمرارية والحمية دي أهم حاجة على فكرة، ما إنك تنساش ان تقاتل. في مدير فني كمان جديد ده لسه حقيقي. هيبدأ شغل مع النادي الاهلي، وهو الراجل بسم الله الرحمن الرحيم شافه سام أبو علي يجيب هاتريك في بورتو، فهو بالنسبه له سام أبو علي طب يعني. هنا في سؤال مهم، اه هل وسام أبو علي حقق التارجت بتاعه مع النادي الأهلي؟ هو ايه التارجت اصلا بتاع وسام ابو علي في الاهلي؟ هو وسام ابو علي جه النادي الاهلي، راجل بيلعب في الدوري السويدي، جاي النادي الاهلي في اول حاجه في افريقيا بره اوروبا بالنسبه له. التارجت الرئيسي بتاعه ان هو من خلال النادي الاهلي ده يحقق بطولات ويتشاف فسعره يرتفع ده حصل، فيقدر يرجع تاني اوروبا او ياخد عروض بفلوس اعلى. وده اللي وهو حصل. ده اللي حصل. مم. فهو كده قدر يحقق التارجت ارقام، وقدر يجيب عروض فعلا عاليه. هو عنده رغبه ان هو يعمل ابجريد ده للمرتب بتاعه، وده حقه بصراحه. لعيب الكوره هو بيقضي وقت معين في الملعب، فمن حقه انه يبحث عن اكبر مكسب، ومن حق النادي برضه ان هو ياخد الوقت يعني القرار في الوقت المناسب. انا شايف ان الاهلي عنده بدائل في الحته دي، مش هيتاثر يعني، خصوصا مع عوده محمد شريف. لا الاهلي ممكن يعدي قصه وسام ابو علي على الاقل خالص ليناير، يعني على الاقل خالص انت تقدر لغايه يناير تعدي ال3 شهور دول وتجيب حد في يناير اذا كنت محتاج. لو مش محتاج ممكن تكمل بشريف. بس موضوع كأس العالم للأندية والصفقات الجديدة اللي جابها النادي الأهلي برئاسة كابتن الخطيب، ما انت جايب بن رمضان وبن شرقي، وجايب حمدي فتحي، وجايب تريزيجيه وزيزو، ما كل دول هيخلوا لك الفرق بتاعك يتألق يعني. بالظبط فانت بالظبط كان بالظبط طبيعي ان الراجل ده هيتألق، وطبيعي ان هيجي له بالظبط عروض يعني. بالظبط. ف يعني احنا ليه حاسين ان ما كانش متوقع من إدارة الأهلي ان الراجل ده يجي له عروض كده؟ لا هو الاهلي كان متوقع وكان مجهز فعلا فكره ان وسام هيجي له عروض، لان هو فعلا كان عنده عروض. مم. لكن في مخاوف جوه النادي من فكره ان وسام يرحل فالفريق يهتز، مم. وخصوصا ان هم شافوا ده لما وسام غاب في الدوري كذا ماتش،
فبدا فعلا الفريق يهتز، زي ما امام عاشور لما غاب في كاس العالم للانديه بدا الفريق يحصل فيه هزه، في لعيبه مؤثره بشكل كبير جدا جوه اداء الفريق، وسام وامام ابرزهم، والسنه الجايه محمد علي بن رمضان هيبقى مؤثر، يعني لو غاب هتحصل مشكله في نص ملعب الاهلي. هو دي وتريزيجيه وتريزيجيه طبعا بنفس هيبقى بنفس القوه يعني. بالظبط. برضو قبل ما انتقل من موضوع وسام، دلوقتي انا لما اجي اجدد لوسام بهذا الشكل، ما هو كم واحد عندي في الفرقه هيطالب ان هو برضه يجدد له؟ هو يعني ايه، دايما الاهلي لما خد الخطوه ان هو يعمل تطوير للفريق ويوصل بالفرقه ان انت النهارده قيمتك التسويقيه تتضاعف. خلي بالك الاهلي قبل كاس العالم للانديه كانت قيمته التسويقيه 22 او 23 مليون، وكان اعلى في افريقيا. لكن انت دلوقتي تفتح تشوف القيمه التسويقيه بتاع الاهلي 44 مليون يورو، يعني انت بتتكلم في فريق قريب من انديه خليجيه ده حقيقي، و... و... وقريب من انديه في واوروبيه. اوروبيه. فانت بتتكلم على فريق لا فريق مصنف، فريق مم. بيلعب كاس عالم، فريق عنده بطولات وعنده طموحات كبيره. الاداره ما دام قادره توفر الفلوس انا ارفع لها اديها تعظيم سلام، ما دام انت قادر توفر الفلوس تمام. لكن الجاب هنا بيحصل ليه؟ ان انت تقدر تروح تجيب لعيبه جامده وما تديمش فلوسهم زي ما بيحصل في في انديه انديه تانيه طبعا. فعشان كده ده الامر المهم بالنسبه للنادي الاهلي. طب عندنا موضوع مهم ناخده كده، موضوع ايه تفاصيل الخلاف ما بين النادي الاهلي وما بين البنك الاهلي. يمكن احنا كنا اول ناس طرحناها بالظبط. هنا في صوت الملعب. الدوري المصري بقاله فتره عايش في جو ايه بقى، صاحبي وصاحبك، زي جاي عادل امام وسعيد صالح كده. بعض الانديه عامله علاقات قويه مع بعض. النادي الاهلي مثلا من الانديه القريبه منه والادارات القريبه منه نادي سموحه في ايام ايام باشمهندس فرج عامر لما كان هو متدخل وماسك الموضوع بشكل رسمي، يعني كان قريب جدا من كابتن خطيب، وحصل تبادل الصفقات في كذا لاعب. نفس الكلام سيراميكا كليوباترا، نفس الكلام الجونه ايام كابتن نادر شوقي. الزمالك نفس القصه برضه، حصل تقارب مع بعض الانديه. كان دايما يقول لك الزمالك والاسماعيلي دايما ياخدوا من بعض، لكن مثلا الاهلي والاسماعيلي الدنيا مش احسن الزمالك حاجه، والمصري او الزمالك والمصري. دي مشكله دلوقتي موضوع البنك والاهلي. النادي الاهلي قدم عرض رسمي للنادي البنك الاهلي، عايز اسامه فيصل واحمد ربيع. فبعد مشاورات ومداولات رد على النادي الاهلي لا اللعيبه دي مش للبيع. بعد فتره فوجئوا ان احمد ربيع بيروح الزمالك. طب يعني انت منين بتقول ان هو مش للبيع ليا وبتوديه نادي الزمالك؟ بعض الاتصالات او بعض المصادر سمع بقى قصص وحكايات ان لا ده هو مش النادي اللي عايز يبيع، لا ده هو النادي عايز يكمل باللعيبه، لكن اداره الشركه ليها رؤيه تانية ان هي تستفيد من احمد ربيع عشان نادي الزمالك مقدم عرض كويس. الكلام ده عامل جدل جوه النادي الاهلي، عامل خلاف جوه النادي الاهلي، وخصوصا ان النادي الاهلي كان في تعاون مسبق بينه وبين البنك الاهلي. يعني الاهلي مثلا ساب ايمن اشرف للبنك الاهلي، ده حقيقي، محمود الجزار للبنك ده الاهلي حقيقي. من فتره. المشروع بتاع البنك الاهلي لما بدا في الدوري كان معاه المصري كابتن محمد كان يوسف. مع كابتن محمد يوسف، فاذا هو احد ابناء النادي الاهلي. ففي تفاصيل، في خلاف فعلا موجود ما بين الاهلي والبنك الاهلي. الخلاف ده بينذر ان مفيش تعامل بعد كده هيكون في الصفقات ما بين الناديين. على الرغم ان كابتن طارق مصطفى طلع معانا هنا في صوت الملعب بالظبط. وقال ان ما عندوش اي مشكله، ده بالعكس ده كان بيتمنى ان رضا سليم يجي له من النادي الاهلي. بالظبط. يعني هنا الاداره الفنيه مش هي صاحبه مش هي السبب. لا مش هي يعني السبب. وقد يكون كمان اللي هو اشرف نصار مش هو السبب. يعني قد يكون رئيس مجلس اداره النادي مش هو السبب، لان في رؤيه او في برضو امور ماديه وامور اداريه او زي ما بيقولوا لوجستيه ما بين الشركه وما بين البنك نفسه. هم بيكون ليهم رؤيه ان انا هقدر ابيع اللعيب في الوقت ده او لا. لكن في غضب جوه النادي الاهلي، فعلا في غضب من طب هل ممكن نقول مثلا ان احنا دلوقتي كنادي البنك الاهلي احنا كنا انفرضنا وقلنا ان هيبقى في مصطفى شلبي، هيبقى في كذا لعيب من الزناري، ما هيبقى في كذا. طب ما هو ممكن يكون النادي الاهلي ما عرضش ده يا محمد. هو فعلا، ما هو الاهلي ما عرضش ده، ما فيش اصلا نادي هيعرض ده. يعني الصفقات يعني مصطفى شلبي اهو خلاص راح البنك. ما ممكن يكون النادي اداره البنك عايزه لعيبه من نادي الزمالك مقابل لعيبه من عندها. البنك رفضه لفكره رحيل احمد ربيع ما كانش رفض من باب التفاوض، هو كان رفض من باب ان انا محتاج احمد ربيع.
ففكره ان انا محتاج احمد ربيع قفلت الكلام. يعني انا النهارده انا جاي باخد من عندك لعيب قلت لي انا محتاجه، فخلاص الموضوع اتقفل بالنسبه للنادي الاهلي. لكن بامانه الاهلي فعلا عنده غضب من الحته دي في النادي البنك. بالمناسبه احمد ربيع لعيب كويس جدا، لكن احمد ربيع كان ممكن يجي نادي الزمالك في شهر يناير بعد ما كابتن امير عزمي رشحه ايام كريستيان جروس. وكابتن امير عزمي قعد مع لجنه الكوره ساعتها في نادي الزمالك وفي وجود اعضاء مجلس اداره، وقال لهم ان عندي لعيب ديفندر جامد جدا بيلعب، انا دربته في الدرجه الثانيه اسمه احمد ربيع، هاتوه. كان قاعد احتياطي في البنك الاهلي، والزمالك كان بدأ يتواصل مع البنك، وكان في ترحيب من نادي البنك الاهلي ان هو يسيب احمد ربيع وقتها. ولكن نادي الزمالك تراجع عن الصفقه زي ما، وفضلوا ان هم يتفاوضوا على احمد رضا، وبعد كده تراجعوا في صفقه احمد على رضا. الرغم ان انا هقول لك على حاجه، لان احمد ربيع في برضه تفاصيل، هو راح البنك الاهلي ازاي. احد السكاوترز بقى، الناس اللي هي بتشوف اللعيبه، طرح على الجهاز الفني لكابتن بقياده الكابتن طارق مصطفى ان في لعيب كويس في السكه اسمه احمد ربيع. صح. فراحوا تابعوه، يعني الجهاز الكابتن طارق كلف بقى الجهاز الفني كابتن امير وكابتن عصام عبده يروحوا يشوفوه، فجم ادوا له تقرير كويس، فابتدوا من هنا يخلصوا الامور، فبقى معاهم. بالمناسبة اه. الحتة دي دايما في كابتن طارق. مم. يعني أنا نفسي في 2009 مم. كنت بغطي الدرجة التانية، وكنت بتفرج على ماتش، كنت في الملعب الشرطة، اتحاد الشرطة كان في ماتش في الدرجة التانية. أنا لقيت قاعد جنب كابتن طارق مصطفى، كان مدرب عام للإنتاج الحربي، مم. وقال لي أنا لما جاي أتابع، كان لعيب في باك رايت في النادي النصر اسمه كريم، لعب في الإسماعيلي بعد كده. قال لي أنا جاي، اسمه كريم الضو، قال لي أنا جاي ألعب، جاي أتابع اللعيب ده. بالظبط، هو ده هو دايما شريط شغله كده. ودي طريقه صحيحه والانسب، لان برضو انا هقول لك هو مش ماتش واحد، انت بيروح يشوفوا على الاقل 4 ماتشات. ليه؟ بالظبط. لان ممكن ماتش واحد كان كويس قوي فيه او كان وحش قوي فيه. بالظبط كده. بالظبط كده. بالظبط. فهي بناء على هذا الامر وصلت لقصه ان انا عايز من نادي الزمالك لعيبه مقابل لعيبه عندي. يمكن ده ما حصلش في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما عرض على اسامه كان عارض يدفع بالظبط. فلوس. بالظبط. لكن البنك ادى رد للنادي الاهلي ان هو رافض رحيل اللاعب، وفوجئوا ان البنك بيتجه للموافقه على قصه ربيع، ان ربيع يروح الزمالك. النقطه دي ممكن تكون او عامله فعلا حاله زعل جوه النادي الاهلي. هو الامور ماشيه بطريقه في الانديه الدوري الممتاز بطريقه بحبك يا صاحبي. هنطلع فاصل ونرجع ونكمل مع صوت الملعب. عندنا قضايا مهمه جدا، خليكم معانا. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بحضراتكم مره تانية. كابتن محمد يوسف بيستفسر من حسين الشحات عن عرض بيراميدز، ايه الحكايه؟ كابتن حسين الشحات قبل كاس العالم للانديه كان نزل حاجه كده على انستجرام ان محدش عارف الخير فين، وحاجه رساله كده كانت غامضه. وبعدها ظهر في حوار تلفزيوني قبل البطوله مباشره، قال ان هو حاسس بضغوط وعايز يبعد عن الضغوط وعايز يروح نادي اقل في الضغوط شويه والكلام ده. وبدأ بقى يتكلم في قصة إن لعيبة الأهلي مظلومة في المرتبات، وإن في أندية تانية بتدفع فلوس عالية. فالكلام ده ما عملش تأثير كبير جماهيريا، بس عمل تأثير كبير عند إدارة الأهلي، اللي هو حسين بيفكر إزاي. بعد البطولة بدأ بقى ينتشر كلام إن حسين الشحات مشارك كابتن هاني سعيد في صالة جيمانيسيوم، ففي تواصل ما بينهم. فكابتن هاني عرض على هما لعبوا في المقصة مع بعض سنين. كابتن هاني حابب إن هو كابتن حسين ينضم لهم بعد بعد نهاية عقده مع الأهلي في 26. وهل ده بسبب ان مثلا وجود زيزو وجود تريزيجيه فالدنيا اتصعبت وبن شرقي؟ بصوا، ما خلينا نتفق على حاجه. حسين الشحات من ساعه ما جه في يناير 2019 عمل ارقام وتاريخ في النادي الاهلي ما حدش يقدر ينكره. تختلف بقى، تتفق مع الابو داون بتاعه ان هو بيعمل فترات عاليه وفترات قليله، او بعض الناس مش مقتنعه بس هو له حتى بطوله افريقيا انا شايف قبل ان اللي هو فاتت من لعيبه فعلا الاندر ريتد في النادي الاهلي، مش كل الناس بتديها حقها. حسين الشحات حاسس بزعل كبير جدا من شهر يناير او شهر ابريل اللي فات، انه فوجئ باحد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طلع في التلفزيون قال ان هو كان بيتمنى جائزه الافضل في افريقيا يفوز بها زيزو. كان زيزو لعب في الزمالك. ده كان زيزو ساعتها لسه ماشي في الاهلي. الزمالك كان لاعب في الزمالك، وكان حسين الشحات بينافسه على نفس الجائزه. كان في المرشحين. ودي نقطه عملت له مشكله. ما فهمش التصريح. هل انت بتقول كده عشان زيزو جاي؟
مم. ولا بتقول كده علشان خاطر انت طالع تقول ان العلاقه بين الاهلي والزمالك كويسه؟ طب مش على حساب انا في الطبيعي انت المفروض تقف في ظهري. مم. واشتكى واتكلم في الموضوع ده مع كابتن محمد رمضان صراحه، واتكلم مع بعض المقربين لي في الفرقه. النقطه الثانيه، حسين الشحات مش لاقي فرصه للعب. يعني لما تيجي تحسبها، هيلعب هاف رايت، هيلعب على مين؟ زيزو هيلعب اساسي، وطاهر رقم اتنين. هيلعب هاف ليفت، هيلعب تريزيجيه رقم واحد، بن شرقي رقم اتنين. هيلعب باك رايت، محمد هاني هيبقى رقم واحد، وهو برضو مش سنه كمان مش هيخليه يقدر يلعب باك رايت بواجبات دفاعيه كبيره. هو شايف ان الوقت المناسب لنهايه رحلته مع الاهلي ممكن يكون في الصيف، بعد نهايه عقده. هو جاله عروض قبل كده من بعض الوسطاء ان هو في وكانت كلها الخليج، خليج وكده. والاهلي رفض لانه كان محتاج خدمات حسين الشحات وتمسك بيه، وهو الراجل بصراحه كان ملتزم في عقده. فكره بقى ان هو يروح بيراميدز بعد نهايه عقده دي عملت بعض يعني الشوشره جوه النادي الاهلي. كابتن يوسف راح لأثر الطرق، كلم اللاعب مباشرة ايه موضوع بيراميدز، هل فعلا بيراميدز كلمك، هل فعلا حصل تواصل؟ فهو الراجل قال له لا، مفيش الكلام ده يا كابتن، وانا مركز، وراجع التمرين يعني عادي حسين خالص. حسين رايح الخليج ولا رايح بيراميدز؟ والله وارد يروح الخليج لو جاله عرض، وارد يروح بيراميدز. لكن عايزين نقول ان حسين خلاص هينهي عقده مع في نهايه 26، في صيف 26 غالبا مش هيكون لاعب في النادي الاهلي. دي نقطة من النقط المهمة جدا. بس لعيبة النادي الأهلي بيبقى دايما علاقتها مع النادي الأهلي في حتة تانية. نطلع نسمع ونرجع عندنا يعني حاجات مهمة عن نادي الزمالك وقضايا في منتهى القوة في حتة تانية مرة تانية. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بكم من جديد. عندنا كلام مهم جدا عن نادي الزمالك، يعني تفاصيل اتفاق الزمالك مع جناح امادورا البرتغالي. في قصه وجون ادوارد المدير الرياضي هو عنده كونتاكت كويس جدا بالحاجات اللي في البرتغال والانديه اللي في البرتغال. بالظبط. هو نادي الزمالك يعني شبه اتفق خلاص مع لعيب انجولي اسمه شيكو بانزا، لعيب بيلعب هاف ليفت وهاف رايت. و... وده يعني شبه خلاص. يعني الزمالك قد يعلن عن الصفقة خلال أيام، أو ممكن النادي البرتغالي كمان يعلن. بالمناسبة النادي ده راحوا جيفرسون إنكادا اللي هو لاعب فاركو، وكان سبب في تسويقه برضه جون إدوارد. هو كان ماسك القصه في يعني الاداره الرياضيه في نادي فاركو. بالظبط. الزمالك في حته الاجانب محتاج تطوير جامد. هو في تسويق هيحصل للاعيبه الاجانب. الراجل اتفرج على ماتشات كتير قوي للزمالك يانيك فيريرا، وعنده قناعه ان الاجانب ممكن بنتايك يكمل، لكن الباقي كله محل شك. يعني سيف صلاح الجزيري مصدق، وصلاح سيف الجزيري، مصدق كله في علامات والديفالي. استفهام عليه. الديفالي اللي محدش ما شافه. حدش شافه، وغالبا هيرحل عن الزمالك. وصلاح مصدق فيه اتجاه ان هو يعني لو ما جالوش حاجه كويسه ممكن يكمل ليناير لغايه هو الصراحة برضه. الأجانب اللي جم من أول السيزون الزمالك علامة استفهام، يعني ميشالاك بالظبط. يعني. صفقه غريبه جدا، صفقه ميشالاك يعني. واشتكى الزمالك، يعني مم. مش بس ان هو ما لعبش، لا ده اشتكى الزمالك. مم. في يناير حتى الزمالك كان همه ان هو يجيب لعيبه بفلوس اقل، بس مش بجودة عالية. ودي مم. نفس المشكلة اللي بيقع فيها دلوقتي برضه جون ادوارد. هو شيكو بانزا لعيب مش ارقامه عالية، ومش هو اللاعب الدولي اللي هيشيل حتة الزمالك. دايما الزمالك عنده بقاله كذا سنة كان عنده فكرة الجناح هو اللي شايل الفريق. زيزو، بن شرقي، كهربا حتى كان بيلعب جناح في الزمالك. لكن خلينا برضو نقول ان جون ادوارد يعني بيواجه برضو حملة او مش حملة، يعني انتقادات كبيرة جدا من ابناء نادي الزمالك. وانا شايف ان يعني احنا في مصر هنا في الدوري المصري بقينا كام سنه شغالين في فكره ان الوكيل يبقى هو مدير. ودي برضو حاجه يعني غريبه جدا، تضارب اختصاصات او تضارب مصالح غريب جدا في الدوري المصري. المفروض ان يعني ما شفتهاش في حته برضو في العالم. ما سمعناش انه مثلا مينو رايولا كان مدير نادي مثلا في ايطاليا. فدي نقطه برضو مش غريبه يعني هي ابتدت بممدوح عيد مع بيراميدز، بالظبط. والآن جون ادوارد، بالظبط. وكان برضو معاه محمد جمال العاصي ولكن في بيراميدز برضو قبل ما يجي ممدوح خلينا عيد. نقول ان ممدوح عيد مم. عمل نجاح في بيراميدز في الحته دي، فتشجع الانديه التانيه ان هي تاخد نفس الخطوه. مم. لكن ليه الانديه خدت الخطوه دي؟
لان احنا عندنا مشكله كبيره في الكوادر الرياضيه ده حقيقي. الاداريه. ده حقيقي. يعني ده لعيب حقيقي. كوره اشتغل اداري انا مش شايف بس غير. انا هقول لك على نقطه برضه يا استاذ محمد. في اوروبا ودول متقدمه كرويا، اه بموضوع المدير الرياضي ده ابتدى مثلا من التسعينات، لان بالظبط الكوره في دايما يمشي ورا انجلترا في الحاجات التسويقيه. يعني بالظبط لازم بالظبط نديهم حقهم في بالظبط حاجه، يعني في حاجات تانية احنا يعني مش احسن حاجه، بس في التسويق هم رقم واحد. بالظبط طب ليه؟ في اول التسعينات الدوري الانجليزي الرانك بتاعه ما يجيبش الرابع، بالظبط كان دوري ايطالي رقم هو واحد، رقم ومعاك واحد. الاسباني ومعاك الالماني فعلا ومع فهم قعدوا مع بعض، نعمل ايه؟ نحول الطريقه للكوميرشال، نحول لشركه كوره ونحول لكذا وكل هذه الامور. انا مش عايز اطول، ولكن هم ابتدوا ينقوا كوادر ويعملوا شغلانه المدير الرياضي اللي هو دلوقتي احنا لسه داخله علينا بعديها ب 30 سنه. بالظبط بالظبط فعلا. احنا كنا بنعتمد على مدير الكوره، وعلى فكره هي اثبتت نجاحها في حاجات كتير، ومنها مدرسه النادي الاهلي ونادي الزمالك في بالظبط بعض فعلا. الاوقات. فمفيش ما يمنع ان يكون في مدير رياضي بس معاه مدير كوره زي ما كابتن علاء قال. ده ما تمنعش، بالظبط يعني دي ما نقطة، تمنعش. لكن النقطة التانية كمان اللي أنا شايفها خطيرة أو هتبقى مشكلة على المدى القريب حتى مش البعيد، إن مفيش نجم رياضي هو كادر إداري يعني. عشان ما بيتمش تاهيله. ما هي دي نقطة خطيرة، يعني نقطة انت خطيرة. عشان برضو تبقى عندك، ما هو انا مثلا عندنا برضو احنا بنجيب الاسم. طب انا هقول لك على نقطه يعني، وهضرب مثلا بيها بكابتن محمود خطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ. بالظبط كابتن هم محمود الاسمين الخطيب، الأبرز. كابتن محمود يعني طبعا في كابتن حسن وكابتن صالح، بس احنا هنخش في دول. الاولاني كابتن محمود عشان يشتغل كان منسق عام، وبعدين مشرف عام، ولحد لما وصل دلوقتي رئيس نادي. رئيس النادي. بس قبليها كان دايما الصفقات هو اللي بيبقى كابتن محمود خطيب. بالظبط ليه؟ عشان اشتغل الشغلانه. نفس القصه مع كابتن سيد، ما بالظبط. اشتغلش مدير كوره على طول، لا 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 ما قعد اشتغلش مدير يتأهل كورة، هو وقعد، اشتغل، ودي اشتغل في سر الناشئين. نجاح. وعلى فكره في بعض الاسماء جت بعد سيد عبد الحفيظ ما كانش تم تأهيلها، فما حققتش احسن ما حاجه. ما هو اصلا ما فيش حد جه بعد كابتن سيد كان له نفس ال يعني التقل في سواء في النادي الاهلي او حتى في نادي الزمالك، ودي نقطه صعبه جدا يعني. النهارده احنا هل احنا ما فيش كوادر ان هي تمسك انديه يعني او مناصب اداريه في انديه؟ انت بتروح تجيب وكيل لعيبه بيمسك لك النادي. انا مش ضد التجربه بس هي غريبه مش مم. موجوده اصلا. فانت النهارده لازم تبص للنقطه دي. النادي الاهلي لما حب يجيب مدير رياضي راح جاب مدير فني، كابتن محمد يوسف شغاله مدير رياضي. وقابله كابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان جاي من فتره طويله على مم. على ذكريات كابتن خطيب ان هو شايف ان كابتن رمضان كان عامل تجربه كويسه في التسعينات. مم. لكن احنا عندنا جاب في النقطه دي، وجاب خطير هيحصل مشكله كبيره. انا الوحيد اللي انا بشوف مثلا ان هو بيحاول بيشتغل على نفسه كابتن سامي الشيشيري مثلا في البنك لما راح بدأ يحاول. لكن باقي يعني باقي الدوري ما فيش مدير كوره نجم كوره ما ما في. هو هي دي عشان مثلا كابتن سامي برضه اشتغل شويه فني، اشتغل شويه اداري، بالظبط مثقف، بيحاول يقرا، بيحاول يشوف، ودي بيشتغل على نفسه. فعشان بالظبط كده ما شاء الله حاطط نفسه في حته كويسه ونجح فيها في البنك. ولكن احنا محتاجين اللعيبه بتاعتنا. ما عنديش اي مشكله ان انا حتى زي ما باخد معايشه في التدريب، طب ما اخد معايشه واخد في الاداره في الاداره الرياضيه. انت لازم يبقى عندك احنا ناس عندنا جامعات في مصر دلوقتي بتدي دورات في هذا الامر. فعلا. ها. وبعدين النهارده الناس بتهاجم جون ادوارد ان هو استبعد لعيبه الزمالك القديمه. طب يا جماعه مين في نادي الزمالك، مع احترامي طبعا لكل النجوم القدام في نادي الزمالك، مين في نادي الزمالك اشتغل مدير كوره في السنوات العشرة الأخيرة وأثبت نجاح مبهر؟ ده أنت في أوقات كتير كنت بتجيب مدير فني برضه تشغله يعني. ده كنت بتجيب حقيقي. كابتن محمد صلاح ده قائم حقيقي. بعمل مدير الكوره، ده شرفيق حقيقي. قائم بعمل ده مدير حقيقي الكوره. يعني. فدي نقطة سلبية. نقطة لا محتاجة شغل. لكن جون ادوارد شغال على خطه واضحه مم. مرتبطه بالفلوس زي ما احنا كنا بنتكلم في موضوع الاهلي، وبيحاول يسوق اللعيبه اللي مش هيكون لها دور في الزمالك. مصطفى شلبي فعلا قرب من البنك الاهلي، هو بيحاول يجيب مكسب مادي من قصه مصطفى شلبي لوحدها، في مقابل ان هو يدخل لعيبه كمان زي الزناري مثلا هيروح البنك الاهلي. انت كنت انفردت بالنقطه دي في حته الصفقه التبادليه بقصه احمد ربيع. نبيل دونجا مفاجاه ان ممكن قد لا يكون لاعبا في هل الزمالك في نص دونجا النقاط، بيرحل بسبب انتقاد الجماهير؟ بسبب ان هو عقده قرب يخلص، بسبب ان هو الراتب بتاعه بدأ يعني بدأ يحط نفسه في رينج ان هو لا هياخد رقم عالي.
في قصه برضو ان هو مش يعني ما اقنعش الجمهور الزمالك، ما اقنعش الجهاز الفني الاجهزه الفنيه اللي اشتغلت بس في انا الزمالك. دلوقتي كلاعب يعني عشان اطالب بمبلغ اكبر، ايه اللي المفروض اقدمه؟ مش المفروض اقدم مستوى ثابت واهداف وبطولات؟ هو انت لما تيجي تبص كده من مشهد من بره، هل نبيل دونجا يعني حته مركز 6 دي في الزمالك كان فيها دايما لعيبه عظيمه، سواء مم. كابتن اسماعيل يوسف، كابتن تامر عبد الحميد، كابتن طارق حامد. هل دونجا قريب من الناس دي؟ ما ده اشوف. السؤال اللي هو اشوف عشان كده يمكن جماهير الزمالك بالظبط عندها نفس زعل. فكره علي معلول في الاهلي. انت مم. اي باك ليفت هيجي يلعب في الاهلي هيلاقي شبه علي معلول في مم. الناحيه دي. لازم تدوس على نفسك اكتر عشان تبقى احسن زي من ما الناس علي دي. برضو لما جه كان نفس كان القصه لغايه جilberto كان وسيد معوض. وسعيد معوض طبعا، اسامي فجاب عظيمه. لغايه لما جه معلول. بالظبط مم. لكن الزمالك شغال على خطه واضحه. الزمالك هيبقى فيه حوالي 7 أو 8 صفقات الموسم ده. هو بدأ اتفاقات مع احمد شريف وعمرو ناصر ومهدي سليمان، واللاعب الاجنبي اللي هو شيكو بانزا. دي الصفقات يعني اللي خلاص شبه الزمالك اتفق عليها. في تسويق لبعض اللعيبه هيتم خلال الايام الجايه. السيف الجزيري بس اللي هو ممكن يكون آه. عنده مشكله ان ما هو لسه انا عايز اتكلم في موضوع سيف الجزيري، لان ابتدى حتى جمهور نادي الزمالك يبقى عنده يعني انطباع مش احسن حاجه ما بينه وما بين سيف، رغم ان سيف كان دايما بيتالق في لقاءات القمه. ما هو سيف برضو اخر سنتين برضو نفس القصه، ارقامه ومعدلاته ضعيفه. وفي وقت من الاوقات انت الفريق بيشيلك. مم. لما كان زيزو موجود وبن شرقي موجود وفرجاني وكانت الفرقه قويه بتاعت نادي الزمالك. لكن في وقت تاني مطلوب منك ان انت تشيل الفريق، وخصوصا ان انت المهاجم والناس كلها شايفه في العالم كله دلوقتي. الجمهور اتغير، الجمهور بقى بيتفرج على الدوريات الاوروبيه، وبقى شايف متابع شايف ان اللعيب وبيتابع ارقام واحصائيات وبيتابع بالظبط. كل الجمهور حاجه. شايف ان اللعيب مهاجم هالاند شايل مانشستر سيتي، مش عارف لعيب جيوكريس مثلا في سبورتنج لشبونه، الناس بتتابعه بتقول مم. ده هيبقى القناص الجامد في اوروبا. فطبعا لا، الناس مستنيه كتير من سيف الجزيري وهو ما عملش ده. فدي النقطه اللي عامله مشكله بينه وبين جمهور الزمالك. عندنا لسه قضايا مهمه جدا، هنطلع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا في صوت الملعب، خليكم معانا. شكلك عادي وحاشي لو مني ولعنا. انا همشي استحلم بس عرفني عامل ليه يا ما هنا وهناك شكلك عادي وحاشي انت عارف اللي ممكن مين يشتغل مدير رياضي ده؟ استناك مش تحلم بس تشوف احنا هنرجع على ايه في الزمالك؟ في حاجه تانية ابراهيم عادل. ايه؟ هدي حته في ابراهيم عادل وخلاص. ابراهيم عادل شكلك هادي اهلا بحضراتكم مره تانية. ابراهيم عادل عايز يروح فرنسا، بيطالب بيراميدز بقاله فتره. سريعا. ابراهيم عادل موهبه كبيره جدا، من المشاريع الكبيره جدا اللي نجحت في بيراميدز. جابوه من المريخ البورسعيدي، وعلى فكره جابوه من قبل ما يبقى في نادي بيراميدز. كان مستر محمود الاسيوطي. هو عنده عرض من الدوري الفرنسي، كان عنده عرض من الخطاف الاسباني وتوقف لاسباب ماديه. في عرض قوي من الجزيره الاماراتي، حسين عموته الفريق اللي بيلعب فيه النني كان عايزه بشكل كبير، وقدم عرض كوبري 5 عشان يروح مليون. الاهلي؟ لا 5 مليون لا، قولا واحدا مفيش كمان. مفيش كباري خلاص تاني. ده كان كلامنا النهارده مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد اللهوني. بشكرك يا ابو حميد، وشرفتني ونورتني، ودايما كده ان شاء الله هتبقى معانا. الله يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك. خلصت اخبارنا، ولكن ما خلصتش قضايانا. استنونا في اقوى اللقاءات واقوى الانفرادات الحصريه. ان شاء الله هنكون مع حضراتكم مع بدايه الدوري العام الجديد. هناخد راحه يعني بسيطه لبرنامج صوت الملعب، ونرجع ان شاء الله مع حضراتكم مع استعدادات الموسم الجديد. بشكر حضراتكم، بشكر كل القائمين في هيئه الاذاعه واذاعه الشباب والرياضه. كل الشكر للساده المسؤولين، وكل الشكر لحضراتكم. نتمنى ان احنا نكون اضفنا لحضراتكم معلومات رياضيه مهمه جدا. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت الملعب مع محمد فاروق.